كل ما يقطع حته من الخشبه بتنزله فلوس. هو بيكون راكب عجله فيها منشار بيفضل يقطع في الشجره، ومرات ابنه بتيجي وبتاخد الفلوس دي. وكل ما يتعب ويحب يتهوى شويه بتمسك له حديده وبتضربه بيها وتقول له شد، وكل فلوس حتى بتنزل ما بياخدش منها حاجه، كل الفلوس رايحه لها هي. وابنه بيكون قاعد وما عارفش اللي بيحصل في ابوه، وفجاه ظهرت له خيال امه وبتقول له الحق ابوك مراتك بتعذبه. بيكون مش عارف دي حقيقه ولا بيتخيل، بس هيعمل اختبار عشان يتاكد. ولما ابوه بيروح البيت ابوه حتى ما برضاش يقول له عشان ممكن ما يصدقهاش ومراته مفتريه وممكن تضربه اكتر، وبيطلب من ابنه فلوس عشان عايز يسيب البلد كلها ويمشي. وفعلا ابنه بيديله اللي هو عايزه، والبنت بتديه عشان هو مسافر وكده محدش هيشغله ويجيب لها الفلوس. بس هو ماشي بيقفوا حراميه وبياخدوا كل الفلوس اللي معاه، وبتكون مرات ابنه هي اللي بعتهم عشان يسرقوه ما يسافرش. وبيروح لابنه عشان يقول له، ففتحت مرات ابنه وبيقول لها ان في حراميه سرقوا الفلوس اللي اخدتها، فبترميه بره البيت وبتقول له احنا هنجيب لك منين. ولما بيرجع بيته بيظهر له خيال مراته المتوفيه، وبتدي له الخشبه وبتقول له الخشبه دي بتطلع فلوس، وبياخد منها الخشبه وبيحطها قدام العجله وبيبدا يقطع الخشبه وبتطلع له فعلا الفلوس وبيفرح قوي. وفورا بيجي ابنه وابوه بيقول له على اللي مراته بتعمله فيه، ساعتها بيتاسف له وبيوعده انه هيجيب له حقه.